تخيل معايا انت طالع في الدروج ديال العماره اللي ساكن فيها، كتلاقى مع جارك كيعيط لك كيقولك عافاك الا كنتي مسالي واش تقدر تعاوني ننزل واحد الكونجيلاتور لواحد الهوندا كتسناني لتحت. وخصوصا هاد جارك كان واحد الله يعمرها دار كيسلم على الناس مكالم، السمعه ديالو زوينه وما عمرك سمعتي عليه شي حاجه خايبه ولا شي مشكل. دونك فطبيعي غادي تعاونوا بلا ما تردد. كتجي كتشد معاه الكونجيلاتور من جهه وهو كيشدو من جهه اخرى، وكتبداو تهبطوا درجه بدرجه حتى كتوصلوها للهوندا اللي كانت واقفه تحت العماره. كيشكرك، انت كتطلع لدارك وهو كيركب مع مول الهوندا وكيمشي يكمل نهارو عادي. حتى لهنا ما كاين حتى شي مشكل، ولكن شنو غادي يكون الرد ديال الفعل ديالك الا عرفتي من بعد سنوات بلي داك الكونجيلاتور اللي عاونتي جارك باش يهبطو ما كانش عامر بالماكله ولا بالاثاث، ولكن كانت فيه جثه ديال مرا قتلها بيديه. والصعيب فهادشي كامل باللي هاد الجار ديالك اللي كيبان للناس كاملين باللي هو انسان محترم وعايش بيناتكم لسنوات، وكل واحد كيشوف فيه راجل متخلق الله يعمرها دار، ولكن هو كيخبي من موراه سلسله ديال الجرائم هزات مصر كامله. اليوم غادي نحكيو القصه الحقيقيه ديال قدافي عبد العاطي فراج، المعروف اعلاميا بسفاح الجيزه، واحد من اكثر المجرمين غموض، واللي قدر يضحك على الضحايا ديالو ويضحك على العائلات ديالهم ويضحك حتى على السلطات لسنوات طويله. قبل ما نبداو، الا كنتم مهتمين بهذا النوع ديال المحتوى ما تنساوش ديروا لايك وديروا اشتراك وتعليقات الا بغيتوا. بلا ما نزيد نطول عليكم، يلا نبداو. قدافي عبد العاطي فراج تزاد نهار 20 أكتوبر عام 1973 بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة. كبر في وسط عائلة بسيطة وعادية جدا، والطفولة ديالو هي كانت عادية ما فيها شي اختلاف بحالو بحال كاع الدراري الصغار. ولكن من بعد مدة غادي توفى الأب ديالو وغتبقى الأم ديالو هي اللي متكلفة بالتربية ديالو. كاع الناس اللي عرفوه قالوا عليه نفس الهضره، ولد نقيقي مكالمي ما عزيزش عليه المشاكل، بالعكس كان كيعرف يسمع للناس اكثر من انه يهضر. وهاد الصفه غادي تولي من بعد واحده من اخطر الاسلحه اللي غادي يستعملها. قدافي هو كيقرا في المدرسه غادي يتعرف على واحد الوليد تقريبا من نفس السن ديالو سميتو رضا. ما كانوش غير صحاب في المدرسه وصافي، ولكن كانت العلاقه بيناتهم قويه بزاف، كيقراو مع بعضياتهم، تيخرجوا مع بعضياتهم، تيلعبوا مع بعضياتهم، حتى العائلات ديالهم ولاو تيتعرفوا على بعضياتهم. غدوز الايام والاعوام وكل واحد فيهم غادي يبدا يرسم الطريق ديالو. رضا كان تلميذ مجتهد بزاف، غادي ياخذ البكالوريا ديالو بنقطه مزيانه وغادي يدخل لكليه الهندسه. ملي غادي يتخرج منها كمهندس غتجيه فرصه ديال الخدمه زوينه بزاف في المملكه العربيه السعوديه. فريضة ما غاديش يتردد وغادي يمشي للسعوديه باش يخدم هاد الخدمه هادي باش يجمع الفلوس ويدير المستقبل ديالو. اما قدافي فمور الباك غادي يدخل لكليه الحقوق وغادي يتخرج منها، ولكن عمره ما غادي يخدم محامي. في العوض ما يلبس اللبسه ديال المحامي ويدخل المحاكم، اختار يدخل العالم ديال التجاره والاعمال الحره. وهنا غادي تبان اول نقطه مهمه في الشخصيه ديال قدافي. ما غاديش نقول لكم باللي كان هو اذكى واحد ولا لا باس عليه عنده الفلوس بزاف، ولكن كانت عنده واحد القدره غريبه باش يكسب الثقه ديال الناس. كان كيعرف يهضر معاهم، كيعرف يضحك في الوقت المناسب، كيعرف شنو خاصو يقول لكل شخص باش يحسوا بالامان. اي واحد كيجلس معاه كيخرج مقتنع باللي راه قدام واحد الراجل الله يعمرها دار ما يمكنش نهائيا تشك فيه باللي راه شي واحد نصاب. هاد الثقه هي اللي غادي تخليه من بعد ينصب على الناس بالملايين وينتحل الشخصيه ديال الانسان واحد اخر ويقتل اكثر من ضحيه بلا ما يشك فيه حتى شي واحد. اما رضا واخا كان بعيد في السعوديه خدام ليل ونهار باش يجمع الفلوس ويبني المستقبل ديالو، كانت العلاقه ديالو بقدافي مازال مستمره، وبسبب الثقه الكبيره اللي كانت عنده فيه كان كيصيفط ليه الفلوس بزاف وبشكل مستمر باش يستثمرها ليه في مصر.
قدافي ديما كان كيثبتو باللي ما تخافش، فلوسك راها في الامان، عندي امانه راني غادي نستثمرها عليك وغادي تجي غتلقى المشاريع ديالك هذا مزيان وكل شيء. ولكن الحقيقه كانت مختلفه تماما. في العوض ما يسجل العقارات والمشاريع بسمية رضا، بدا كيسجلهم بالاسم ديالو هو. ورضا بيان سور في دار غفلون. وكتر من هادشي كامل، رضا غادي يدير القدافي توكيل قانوني كيعطيه الصلاحية يتصرف في الإجراءات المالية والإدارية في بلاصتو. يعني براتيكمون قدافي ولات عنده صلاحيات واسعة على جزء كبير من الأملاك ديال صاحبه. وكان كل شيء كيمشي بشكل عادي، حتى لواحد النهار اللي قرر فيه رضا يرجع نهائيا من السعودية ويستقر في مصر. في عام 2015 اتصل رضا مع قدافي وقال ليه انا غادي نرجع لمصر وبغيت نجلسو ونصفيو الحسابات بيناتنا ونشوفوا الاستثمارات اللي درتي. كتبان مكالمة بسيطة بين واحد وصاحبه، ولكن بالنسبة للقدافي كانت بداية النهاية، حيث كان عارف باللي اول ما غادي يشوف رضا الوثائق غادي يعرف باللي سنوات كاملة ديال الثقة كانت مجرد عملية نصب كبيرة. ومن هنا بدا كيفكر في حل واحد، حل ما فيه لا محامي لا اعتذار لا يرجع لرضا فلوس ولا حتى شي حاجه. الحل اللي كيضمن باللي رضا عمرو ما غادي يهدر مره اخرى. وصل رضا لمطار القاهره وكان اول واحد كيتسناه هو قدافي. تعانقوا ضحكوا هضروا بحال جوج صحاب ما شافوش بعضياتهم من شحال هادي. ركبوا في الطوموبيل ومشاو لابارتمون ديال قدافي هنا كان كيتصرف بشكل عادي، كيضحك معاه، كيسول عليه كي غادي مع الغربه وعلى السعوديه ولا الخدمه باش ما يخليه يشك في حتى شي حاجه. المهم ملي وصلوا الدار لقى رضا قدافي موجد له ديجا الماكله، واحد الاكله شعبيه كتعجبهم اللي هي الكشري، ولكن في البلا ديال رضا كان دار فيه السم. اون فوا بدا المفعول ديالو كيخدم وبدا رضا كيفقد القدره على المقاومه، قدافي هز حديده ونزل عليه الراس حتى قتلو. سالت حياه انسان اللي الذنب ديالو الوحيد هو انه تاق في اقرب الناس ليه، ما كانش بيناتهم مدابزه ولا عداوه ولا لحظه غضب مفاجئه. كل شيء خطط ليه قدافي من قبل وبصمت. وقدافي في بلاصه ما يبانيكي كان مكالم حيتاش موجد كل شيء على اتساع، حتى الحفره فين غيدفن فيها رضا. قدافي غادي يجر الجثه ديال رضا غادي يدفنها في هذيك الحفره اللي دارها في لابارتمون ديالو، غادي يرجع عليها السيمه ويدوز عليها الجليج بحال حتى شي حاجه ما كانت. هنا قدافي غادي يشد التليفون ديال رضا وغادي يصيفط ميساج لعائلته باللي هو اون فوا نزل في المطار راه شدوه البوليس وراه دابا في الحبس. صافي قدافي كان مقتنع باللي هو دار الجريمه الكامله، ما كاين لا شهود لا جثه لا دليل كيربطو بالاختفاء ديال صاحبه. دونك صافي غادي يرجع يكمل حياته عادي بحال حتى شي حاجه ما وقعت. من بعد ايام قليله مراته فاطمه الزهراء زكريا وكانت الام ديال بنته بدات كتشك في التصرفات ديالو، ولات كتلاحظ باللي السيد ماشي هو هذاك الراجل المعقول اللي توجات به نهار الاول. ولات كتلاحظ باللي كيكذب بزاف وعنده تناقضات في التصرفات ديالو. المهم ماشي داك الانسان اللي عرفاتو النهار الاول واللي شكروه ليها الناس النهار الاول. واحد النهار سمعاتو كيهضر في التليفون مع شي حد على لافير ديال رضا. اش غادي تنوض دير فاطمه الزهراء هنا؟ غادي تنوض تواجهو بداكشي اللي سمعت. صافي قدافي شعلات له البوله الحمراء وعرف باللي فاطمه الزهراء ولات كتشكل عليه خطر، وغادي يبدا يخطط باش حتى هي يصفي عليها. واحد النهار غيدير لها تاهي السم في الماكله، اون فوا غتبدا تفقد الوعي ديالها غيضربها بحديده للراس غادي يقتلها، وغادي يديرها في واحد الكونجيلاتور حتى يفكر كيفاش يدير يتخلص من الجثه. قدافي غادي يدير مع شي مول الهوندا يدوز عنده للدار، غادي يهز هذاك الكونجيلاتور وغيديه لابارتمون اللي دفن فيها ديجا رضا، وبنفس الطريقه غادي يدفنها حتى هي، غادي يدوز عليها السيمه وغيدير الجليج وصافي بحال حتى شي حاجه ما كانت. هنا كان باقي قدامه مشكل واحد هو العائله ديال فاطمه الزهراء، كيفاش غادي يدير يسكتهم الا سولوا عليها. اكيد غادي يقلبوا على بنتهم بيان سور. وهنا غادي يبان الوجه ديال قدافي النصاب والممثل. باش يبعد الشبهه على راسو غادي يشد التليفون ديال مراته وغادي يصيفط منها رساله لوالديها ويقول لهم باللي راه خرجت بالاراده ديالها بسبب مشاكل زوجيه وباللي بغات تبعد شويه وترتاح.
باش يزيد يحبك القصة مزيان مشى عند والديها وقال لهم بلي بنتهم سرقات له الفلوس وهربات، سرقات له تقريبا 700 ألف جنيه. وماشي غير هادشي، غادي يمشي وغادي ديكلاري بها باللي راها مشات وهربات وسرقات له الفلوس باش يعطي انطباع باللي هو الراجل الضحيه مسكين والمراه شفراته وهربات وسرقات ليه الفلوس. بالنسبه لعائلته تيقول قصه ديال قدافي حيتاش بالنسبه لهم هو راجل محترم ظريف الله يعمرها دار، ما كانوش نهائيا تقدر تجي في بالهم الفكره ديال ان بنتهم تقدر تكون تقتلات ومن طرف الزوج ديالها. دونك دازت الايام والشهور والاعوام وفاطمه باقا شخص مفقود وصافي، ولكن الحقيقه راه كانت مدفونه تحت الارض. المهم قدافي غادي يكمل حياته عادي، غادي يرجع لخدمته، عنده واحد المكتبه ديالو غادي يرجع يخدم فيها. كانت خدامه مع واحد البنيته صغيره سميتها نادين. نادين كان عندها واحد الحلم كبير، ما كانتش باغيه تبقى غير موظفه في مكتبه ولا كتخدم خدمات هكا عاديين، كانت كتحلم تدخل عالم الاعلانات والتمثيل، وكانت كتشارك في بعض الاعمال الصغيره هكا، كتمنى تلقى الفرصه اللي غادي تبدل حياتها. في هذه الفتره اللي كانت خدامه في المكتبه عند قدافي بدا كيتقرب منها، مهم ولات بيناتهم واحد العلاقه ونادين ولات كتبغيه. واحد النهار قدافي غيشوف مع نادين اختها فاطمه الزهراء، غادي تعجبو بزاف وغيولي يفكر يتزوج بها هي ويبعد على نادين. هنا غادي ينوض بيناتهم مشكل كبير، ونادين ما غتقبلش هاد القضيه، غتقول له انت كيفاش معايا في علاقه وفاش تبغي تزوج غتزوج بختي، والله الا كانت ليك ولا مشيتي حتى درتيها غادي نشوهك. عاوتاني قدافي غتشعل البوله الحمراء وغيبغي يحيد نادين من طريقه، غادي يستغل الفكره ديال انها باغا تخدم موديل وغادي يجيب ليها عقد عمل مزور، المده ديالو 3 سنين مع منتج سوري باش تخدم معاهم في مجال الاعلانات اللي غادي يتصوروا في بزاف ديال المدن اجنبيه بحال دبي وباريس، وغادي يقنع حتى عائلته حتى هما باش يوافقوا، حيت هاد لوبورتونيتي محال واش تقدر تجيها مره اخرى، وهي اللي غادي تفتح ليها البيبان باش تحقق الحلم ديالها. نادين تيقات الهضره ديال قدافي وبدات كتوجد باش تسافر وكتخيل حياتها جديده، ويمكن حتى كانت كتفكر كيفاش غادي تحقق الشهره اللي حلمات بها هذه سنين، ولكن الحقيقه ان السفر كاع ما كاين اصلا. وصل النهار اللي خصها تسافر فيه، وهنا قدافي غادي يقول لها بلي هو غادي يوصلها للمطار. ركبات معاه وهي مطمئنه، ولكن الطوموبيل ما مشاتش للمطار، ولكن مشات لابارتمون اللي ديجا مدفونه فيها مراته الاولى وصاحبه. دخلات وهي ما عندها حتى شي فكره على شنو كيتسناها. قدافي هنايا غادي يتعدى عليها ويقتلها، ومره اخرى غيحفر حفره غيدفنها وغيسد الحفره بالسيمه وغيعاود عليها جليج وغيكمل حياته. وباش عائلته ما يشكوا في حتى شي حاجه غيخلي التليفون ديالها عنده وغادي يبقى يصيفط لهم ميساجات صغار من التليفون ديالها، انا راني خدامه، انا راني مشغوله، انا ما عنديش الوقت باش نهضر معاكم، مهم باش ما يخليهمش يشكوا نهائيا باللي راها صافي اختفت ما بقاتش في الدنيا. صافي قدافي ما غاديش يضيع الوقت، من بعد واحد 2 سيمانات على الاختفاء ديال نادين غادي يتزوج بختها فاطمه الزهراء. تخيلوا الصدمه، الراجل اللي العائله كتستقبله في الدار وكتوجد معاه التفاصيل باش يجوجوا له بنته هو نفسه المسؤول على الموت ديال بنتهم. وفعلا غادي يتزوج فاطمه الزهراء وغادي يولد معاها بنيته، وفي نفس المده اللي تزوج بها فاطمه الزهراء كان مستمر كيصيفط دوك الميساجات للعائله ديال نادين من التليفون ديالها باش يوهمهم بلي راها مازال خدامه وراها مازال عايشه وما يشكوش نهائيا بلي راها ماتت. قدافي هنا غيبان له البلان في نسيبو باش ينصب عليه، غادي يقنعو باش يعطيه فلوسو ويستثمرهم ليه، ولكن من بعد واحد المده غادي يغبر من بعد ما باع الممتلكات ديالو كامله ومشى يعيش في الاسكندريه، وغينتحل الصفه ديال صاحبه رضا اللي صفاها ليه، يعني غيولي يتعامل على اساس انه هو رضا. فاش غيخبر مراته وعائلتها غادي يمشيو عند البوليس باش يديكلاريو بلي راه غبر ويشوفوا ياك ما وقع عليه شي حاجه. ملي غادي يقلبوا غيلقاو بلي قدافي ديجا داير بلاغ بلي مراته اختفت، اللي هي مراته الاولى اللي سميتها فاطمه الزهراء، وغادي يتصدموا حيت ما كانت عندهم حتى شي فكره على الزواج ديالو الاول. من بعد سنوات ديال النصب والجرائم اي واحد في بلاصتو غادي يهرب برا البلاد، ولكن قدافي اختار حاجه اخرى، غيبدا حياه جديده ولكن ماشي بالاسم ديالو الحقيقي، ولكن بالاسم اللي قتلو بيديه، رضا.
الراجل اللي كانت عائلته مازال كتقلب عليه. ولكن بالنسبه للسكان ديال الاسكندريه فهو شخص حقيقي عايش بيناتهم. كانت عنده ثقه كبيره في راسو لدرجه انه كان مقتنع بلي الماضي ديالو دفنو مع دوك الجثث اللي دفنهم في ديك لابارتمون ديالو. استقر في الاسكندريه واختار يفتح محل ديال بيع الاجهزه الكهربائيه. صافي في هاد الوقيته تعرف على واحد البنيته كانت خدامه فارماسيان، جايه من عائله معروفه ولاباس عليهم. كانت بنت زوينه قاريه وناجحه، وكتشوف فيه راجل محترم كيخدم على راسو وكيضرب تماره باش يبني مستقبله. تطورت العلاقه بيناتهم تدريجيا حتى سالت بالزواج. ومره اخرى نجح قدافي باش يبني الصوره ديال الزوج المثالي، اسره جديده، دار جديده، مدينه جديده واسم جديد. في نفس الفتره تقريبا دخلت لحياته مرة اخرى سميتها ياسمين ناصر ابراهيم. ياسمين كانت كتثق فيه واحد الثقه كبيره. قدافي قدر يقنعها بلي عنده خبره في الاستثمار، انه يقدر يخدم ليها فلوسها ويحقق ليها ارباح. دازو شي شهورة وياسمين جات كتسول فين وصل المشروع، فين هما الارباح، امتى غادي ترجع ليا فلوسي. وفي كل مره كان عنده جواب جديد. مره كيقول لها الاستثمار راه باقي، مره كيقول لها السوق خسر، مره كيطلب منها شويه الوقت. المهم كان كل مره كيصدر فيها. هنا ياسمين ولات متاكده بلي الامور ماشي طبيعيه، ولات كتضغط عليه وقالتها له نيشان الا ما رجعتيش ليا فلوسي راه غنمشي نديكلاري بك عند البوليس. صافي هنا ولات كتشكل عليه خطر. قدافي بدا كيفكر باش يحيدها من طريقه ويصفيها عليها حتى هي. صافي غادي يقول لها بلي انا ما عنديش الفلوس كامله ليكيد، ولكن تقدري تجي تاخديها من عندي من الديبو سلعه. اجي وخدي داكشي اللي كتساليني سلعه. بالنسبه لياسمين اللي باغا ترجع فلوسها باي طريقه، هاد العرض هذا بان ليها منطقي. المهم مشات عنده للديبو. صافي دايره في بالها غترجع فلوسها وحقها اللي مشى ليها، ولكن ما كانش عارفه بلي انها داخله لواحد البلاصه اللي ما عمرها غادي تعاود تخرج منها. اون فوا دخلات قدافي غادي يسد الباب وغادي يبدا يضرب فيها حتى غتموت، وغيدفنها تما نيت في داك الديبو وغادي يرجع يكمل حياته بشكل عادي. اغلب المجرمين النهايه ما كتكونش بسبب اكبر جريمه ارتكبوها، ولكن كتجي بسبب اصغر خطا. وقدافي طاح في نفس الفخ. بات مراتو كان ذهبي، المحل ديالو غادي يتعرض للسرقه. في الكاميرات كيبان هذاك اللي سرق لابس حوايج ديال المراه، داير النقاب باش ما يبان لا وجهه ولا حتى شي حاجه. واخا وجهه ما كانش باين في الكاميرات، ولكن تفاصيل اخرى كانت باينه، بحال الطريقه ديال المشي، البنيه ديال الجسم، طريقه الحركه. هاد التفاصيل خلات العائله ديال مراتو يشكوا فيه هو نيشان، وغادي يمشيو يديكلاريو به عند البوليس. غادي يبدا التحقيق. وفي هاد اللحظه قدافي ما كانش عارف باللي الكذوب ديالو كامل اللي بناه هادي سنين غادي تبدا تنهار وحده بوحده. في نفس الوقت اللي داروا فيه البلاغ العائله ديال مراتو، كانت العائله ديال رضا مازال ما فقدتش الامل. سنين وهما كيقلبوا على ولدهم، حيت ما كاينه لا جثه لا خبر لا اتصال ولا حتى شي تفسير منطقي على الاختفاء ديالو. كان كيتابع الملف ديالو محامي كلفاتو العائله باش يقلب عليه ولا يجيب لهم شي خيط جديد. ملي وصلهم خبار باللي واحد سميتو رضا تشد في الاسكندريه، مشاو ديك الساعه باش يتاكدوا من الهويه ديالو. ولكن المفاجاه كانت صادمه. الشخص اللي قدامهم ما كانش رضا، كان قدافي صاحبه القديم، الراجل اللي كانوا كيتيقوا فيه. وهنا رجعت القضيه للحياه من جديد. اون فوا تاكدوا البوليس من الهويه الحقيقيه ديالو، بداو كيربطوا ملفات الاختفاء القديمه ببعضها. رضا اختفى، مراته الاولى فاطمه زكريا اختفت، نادين اختفت، ياسمين اختفت. الخيوط كامله كانت كترجع لنفس الشخص. بدات فرق البحث كتجمع الادله وكتواجه قدافي بالتناقضات اللي كيقولها في كل روايه كيقدمها. في الاول نكر بحال اي مره، ولكن مع تراكم الادله واستجوابات والتحقيقات بدات الصوره كتبدل. وفي النهايه اعترف بلي قتل رضا، واعترف بلي قتل مراته الاولى، واعترف بلي قتل نادين، واعترف بلي قتل ياسمين. من بعد الاعترافات ديالو مشاو البوليس للبلايص اللي وصفهم ليهم، وتما كانت الصدمه. فوسط لابارتمون ديالو وتحت الارض اللي كانت كتبان عاديه لاي واحد كيدخل لابارتمون، غادي يلقاو البقايا ديال الجثه ديال الضحايا اللي اختفاو هذه سنين، واللي العائلات ديالهم كانت مازال كتعيش على امل انهم غادي يرجعوا شي نهار. ولكن الحقيقه كانت قاصحه بزاف، اكثر من اي احتمال كانوا كيتخيلوه. وهنا غادي يتحول الملف لواحد من اشهر القضايا الجنائيه في مصر.
توجهت القذافي تهم متعددة، من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، النصب والاحتيال، انتحال شخصية، التزوير والسرقة. في 24 مارس 2021 ومن بعد جلسات محاكمة طويلة المحكمة غتحكم عليه بالإعدام شمقا، الحكم اللي غادي تأيده محكمة النقد من بعد وغيولي نهائي. وعلى حسب المعلومات اللي كاينه حتى لدابا ما صدر حتى شي اعلان رسمي كيأكد تنفيذ حكم الاعدام. كتبقى المعلومه المؤكده الوحيده اللي كاينه هي صدور الحكم النهائي بالاعدام. قصه قذافي فراج ماشي مجرد قصه قاتل متسلسل، هي قصه كتورينا باللي اخطر الناس ما كيكونوش دائما كيبانوا كيخلعوا، بالعكس شي مرات كيكون اخطر شخص هو هذاك اللي كيسلم عليك كل صباح واللي كيضحك معك واللي كدير فيه الثقه بلا ما تردد. والثقة إلى تعطات للشخص الخطأ ممكن تكون أخطر من أي سلاح. إلا وصلتوا حتى لهنا وعجبكم هذا الفيديو ما تنسوش ديروا لايك، تشتركوا في القناة إلا بغيتوا، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم أي جديد. نتلاقاو في فيديو جديد. سلامة.